بيقول له ليسترد إن في رجل أعمال اسمه ريتشارد مات جنب بحيرة يوريك، ولقوا رسالة في بيته كاتب فيها إن هو هيخرج يتمشى في وقت متأخر بالليل هو في طريقه لحد البحيرة ومات هناك. وتاني يوم الشرطة لقت جثته، وبيتحمس هولمز وبيطلب من ليسترد يخرج معاه علشان يعرفوا هل مات علشان تعبان ولا مات في جريمة قتل. وبيطلع هولمز ومعاه واتسون وليسترد وبيروحوا المدينة اللي مات فيها ريتشارد بالقطر. وهناك بيعرف ليسترد المكان اللي مات فيه ريتشارد من ضابط الشرطة اللي في الشارع، وبيوصلوا للبحيرة فبيسأل هولمز عن المكان اللي لقوا فيه الجثة، فبيشاور له ليسترد ناحية شجرة وجنب البحيرة. وبيبدأ هولمز تحقيقه وبينزل على الأرض وبيفضل يشم في مكان الحادثة. وبيرجع هولمز لمحطة القطر وهو زعلان علشان ريتشارد مات وهو تعبان وهو ماتش في جريمة قتل. وبيتخانق هو واتسون علشان ما سابوهوش يخلص على جيفرسون، لكن واتسون بيقول له انه ما كانش ينفع يسيبه يرتكب جريمة قتل وهو واقف يتفرج عليه. فبيشتمه هولمز وبيقول له انت مالكش لازمه معايا ومش بتساعدني في حاجه، فبيسيب واتسون لوحده وبيرمي في وشه تذكره القطر وبيمشي بعيد عنه وهو زعلان. بعدها بيروح هولمز لرقم الاوضه المكتوب على التذكره وبيشوف واتسون من الازاز وهو قاعد جوه الاوضه زعلان وقافل على نفسه. والغريب ان هولمز مهتمش ولا رضى يخبط على الاوضه وراح يشوف حاجه ياكلها. وبيفضل شعور الملل مسيطر على هولمز فبيغير الترابيزة اللي قاعد عليها وبيروح يقعد جنب الاتنين اللي في الترابيزة اللي قدامه، لكن الأغرب إن الاتنين اللي هولمز قاعد جنبهم هما مورياتي وأخوه لويس، وهو ما يعرفش إن هما دول اللي بيدور عليهم طول الأيام اللي فاتت. وبيبدأ مورياتي كلامه فبيقول له أنت شارلوك هولمز اللي حليت قضية الكونت درايفر والصحافة كلها تتكلم عنك. فبيقول له هولمز إن هو كان عايز ينسب الفضل للمحقق ليستر، لكن حد من الصحفيين سرب الخبر. فبيقطع كلامهم لويس وبيطلب من هولمز يسيبهم يكملوا أكلهم. فبيقول له هولمز إنه هيتكلم معاهم لحد ما يحلوا ويشربوا الشاي بتاعهم عشان قاعد وحده زهقان. وبيقول لهم إن هو من وقت جريمة درايبر هو مش لاقي قضية كبيرة يتسلى فيها، وسافر من لندن وراح لبحيرة يوريك علشان يتأكد إن الراجل اللي مات هناك ملوش علاقة بسلسلة الجرائم القتل اللي بتحصل الفترة اللي فاتت. فبيمثل مورياتي إنه مش فاهم وبيسأله عن سلسلة جرائم القتل اللي بيتكلم عنها. فبيقول له إن في عصابة بتخلص على الأغنياء وعندهم واحد بيخطط لهم وهو العقل المدبر للعصابة. وبيحكي لهم على جريمة دريبر وإزاي المجرم جيفرسون وعده إن هو لو خلص عليها هيقول له على اسم العقل المدبر. لكن هولمز رفض يقتله بعد ما اعتقلوه راحوا له السجن يزوروه وعرف اسم العقل المدبر من جيفرسون. فجأة بيشاور هولمز ناحية مورياتي وبيقول له أنت العقل المدبر للعصابة. وبنشوف لويس وهو بيفكر في خدعة هولمز لأنه حاطط ناس تراقب السجن وعارف إن محدش راح زار جيفرسون في السجن. وهولمز بيخدع مورياتي وبيحاول يوقعه في الكلام. وبيمسك لويس السكينة اللي قدامه وبيفكر يخلص على هولمز قبل ما يكشف سرهم. لكن مورياتي بتبان عبقريته في الرد وثباته الانفعالي وبيقول له مستحيل تقدر تثبت أو تنفي حاجة زي كده، لكن لو ده حقيقة فالمطلوب منك تثبته بالدليل. فبيضحك هولمز وبيقول له إنه كان بيهزر معاه، فبيضحك موريتي هو كمان وبيقول له اقبض عليا لو تقدر. وبيروح لهم ليسترد وبيسأل هولمز عنهم فبيقول له ويليام ولويس من عائلة مورياتي. وبيستغرب لويس ازاي هولمز عارفهم هم اغلب الوقت ما بيظهروش. وبينسى ان هولمز كان مع ويليام مورياتي على السفينة اللي رايحة هولندا. فجأة بيقطع كلامهم صوت واحدة ست بتصرخ فبيجروا عليها وبيسألوها بتصرخ ليه. فبتقول لهم الناس سمعت صوت عالي من الكابينة اللي جنبيها وراحت تشوف فيها ايه، لقت راجل غرقان في دمه وميت. وبيحاول هولمز يفتح باب الكابينة لكن الباب بيكون مقفول. وبيقرر هولمز يتحدى مورياتي وطلب منه انهم يحققوا في القضية مع بعض ويشوفوا مين هيكتشف الجاني الاول. فبيحاول لويس يرفض لكن مورياتي بيسكته وبيقول له لهولمز انها قضية معقدة وممكن تاخد وقت، لكن هيستمتع بالتحدي معاه لحد ما يوصلوا لندن. فجأة بيدخل عليهم واتسون والجاكيت بتاعه غرقان دم فبيشكوا إن هو اللي خلص على الراجل. وفي نفس الوقت بتوصل شرطة القطر وبيسألوا عن اللي بيحصل، وأول ما بيشوفوا المجني عليه بيأمروا العساكر يقبضوا على دكتور واتسون. لكن واتسون بيقول لهم إن هو خبط في واحد غرقان في دمه وهو خارج من الحمام، ولما رجع للكابينة بتاعته اكتشف الدم على الجاكيت. وقبل ما يقبضوا على واتسون بيعرفهم ليستارد على نفسه وبيقول لهم أنا المحقق ليستارد وده شارلوك هولمز مستشار الجريمة المشهور، وده صاحبه دكتور واتسون. فجأة بيتعصب عليهم هولمز وبيقول لهم انتوا بتضيعوا وقت والمجرم مش هيقدر ينط من القطر علشان سرعته كبيرة، لكن هينزل في المحطة الجاية اللي بعد 80 كيلو. ده معناه ان قدامهم 48 دقيقة علشان يقدروا يقبضوا عليه. وبنشوف لويس وهو بيهمس في ودن مورياتي وبيقول له ملناش دعوة بالقضية دي، لكن مورياتي بيقول له ان واتسون هيلبس تهمة وهو بريء منها وما عملهاش، علشان كده لازم نشغل الجزء الطيب اللي جوانا ونقف معاه لحد ما نكتشف المجرم.
وبيبدأ التحدي بين ويليام مورياتي وشارلوك هولمز، وبيفتحوا هولمز باب الكابينة وبيبدأوا يحللوا المعطيات الموجودة قدامهم. وبيعرف هولمز من الكارت اللي واقع على الأرض إن الضحية شغال جواهرجي، والمجرم راجل وراكب القطر من المحطة دورهام. والمجرم حاول يخدر الضحية علشان يسرقه، لكن معرفش فقرر يضربه بسكينة لحد ما خلص عليه. وبين هولمز ومورياتي بنشوف ليستر هو مش فاهم ازاي قدروا يعرفوا التفاصيل دي، فبيشرح لمورياتو إن آثار الأقدام اللي قدام الكابينة دي آثار راجل مش ست، واحدة فيهم للضحية والتانية للمجرم، والدليل إنها من درهام هو الطين اللي موجود في كعب رجل المجرم. يعني كده المجرم ركب معاهم من محطة درهام، وده عرفوه من المطر اللي كان شغال في مدينة درهام لما عدوا عليها بالقطر. وبيمسك مورياتي إزازة ويسكي واقعة على الأرض وبيشمها وبيقول إن هي دي اللي كان فيها مخدر الكلورال. وبما إن المجرم قتل الضحية فده معناه إن نسبة المخدر كانت قليلة، والضحية كان فايق. وأول ما المجرم دخل الكابينة وده أجبره إن هو يخلص عليه، وبيدققوا النظر في الجرح فبيعرفوا إن السكينة اللي اتضرب بيها حادة، والمجرم استخدم نفس السكينة وحاول يفتح بيها شنطة الضحية علشان يسرق الدهب. لكن لما الضحية نزف كمية دم كبيرة والمجرم حط إيده على الجرح علشان يوقف النزيف، بعدها أخد مفتاح الكابينة وقفلها من بره قبل ما يمشي، وده معناه إن المجرم كان مرتبك ومش عارف هو بيعمل إيه. بعدها بيخرجوا من الكابينة وبيبلغوا مورياتي إن باقي 39 دقيقة، وبيروح لهم الجرسون علشان يوريهم أسماء الناس اللي على القطر. لكن لويس بيلاحظ إن مورياتي أكتر حد بيحترم عقله على الأرض هو هولمز، علشان كده قبل ما يتحداه ومستمتع معاه بالتحدي. وبيقاطع مورياتي أفكاره وبيقول له إن هولمز هيمشي ورا الدلائل المادية زي مين اللي جاب له الويسكي. لكن أنا عايز أعرف إيه اللي كان بيدور في عقل القاتل لما ارتكب الجريمة. وبيحل مورياتي اللي حصل وبيسأل لويس ليه المجرم قفل الباب من بره بعد ما ارتكب الجريمة، فقال له أكيد علشان يرمي المفتاح والسكينة من شباك الحمام، وكمان يغسل هدومه ويشيل آثار الدم من عليها. في الجانب التاني بيحلل هولمز آثار الرجلين وبيعرف إن الآثار موجودة هي لجزمة الناس اللي شغالين في القطر. بما إن المجرم راح الحمام علشان يغسل هدومه يبقى أكيد هيشيل الجوانتي اللي في إيده، هيلبس جوانتي تاني. لكن كل واحد في القطر عنده جوانتي خاص بيه عليه اسمه، وكده المجرم مش هيكون لابس جوانتي عليه اسم. وبيطلب مورياتي وهولمز من رئيس شرطة القطر يجمع لهم العمال اللي في القطر، وبيقول لهم هولمز على تحليله هو ومورياتي الجريمة. وبيطلب ليسترد من الشغالين اللي جزمهم مقاس 10 بوصات يطلعوا خطوة لقدام، فبيطلب منهم يمدوا ايديهم وبيتفاجئ ان على جاكيت العامل التاني فيه ميه، وبيفتح ايده بيلاقيهم مليانين دم، فبيعرفوا ان هو ده المجرم. لكن العامل بيقول لهم ان ده الدم عشان ايده مجروحة، وبيخلع الجوانتي وبيلاقي ايديه الاتنين فعلا متعورين. فبيحاول هولمز يدور على دليل تاني لكن مش بيلاقي حاجة يثبتها عليه. فجأة بيقف مورياتي وبيقول له ازاي متعور في ايدك ولابس الجوانتي ونضارتك عليها نقط دم. فبيعيط المجرم وبيقول لهم إن ما كانش قاصد يخلص عليه، لكن كان عايز يسرق الدهب ويسيبه يعيش. وبيقبض رئيس الشرطة على العامل وبيعتذر لدكتور واتسون وبيفك الكلبشات من إيديه. بعدها لويس بيقول لمورياتي إن ملاحظة الدم كانت دقيقة جدا ومحدش شافها غيره، لكن مورياتي بيفاجئه إن الدم اللي على نضارته مورياتي هو اللي عور نفسه وساب نقط دم على نضارته وعلى كذا مكان تاني في جسمه علشان يلبسه القضية. لكن لما استخدمها على المجرم علشان يخوفه اعترف بجريمته علشان خايف. والفرق بين تحليله وتحليل هولمز إن مورياتي ممكن يستخدم طرق مخالفة للقانون علشان يثبت إنه صح، بعكس هولمز اللي عايز يمشي تبع القانون طول الوقت. تاني يوم هولمز بيعتذر لواتسون إنه اتكلم معاه بأسلوب وحش، لكن واتسون بيقول له مش زعلان منك ولولاك كان زماني لابس جريمة قتل دلوقتي. في الناحية التانية بنشوف راجل بيتكلم مع ملكة بريطانيا وبيقول لهم إن الوثائق المسروقة اللي بيدوروا عليها محدش عارف مكانها، والشخص اللي سرقها ما حاولش يتواصل معانا لحد دلوقتي علشان نعرف هو سرقها ليه أو عايز إيه في المقابل. فالملكة بتقول له إن الوثائق دي واحدة من أعظم أسرار مملكة بريطانيا، وبتديله الحرية يستخدم كل الطرق اللي يقدر عليها سواء قانونية أو غير قانونية علشان يلاقي الوثائق.